بس مش بتحن ساعات تعيش حياة طبيعية زي حياة أهلني وترجع تعيش في بلدك؟ ما أنا عايش حياة طبيعية بالصحاب، ما أنا عايش حياة صناعية. وبعدين فين هاي الحياة الطبيعية اللي في بلدنا؟ ما خلاص الدنيا اتغيرت بعد ما دخلت علينا البوتاجازات والثلاجات والغسالات والتليفونات. ما حدش ما يسأل على حد، ما حدش ما يود حد إلا من رحم ربي. فين زمن القعدات واللمة الحلوة والناس الحلوة؟ حتى الناس دلوقتي اتغيرت وتبدلت. ولو رجعني يا ترى هنلاقوا الأصحاب والأحباب، في منهم اللي توفى ومنهم اللي مهاجر ومهاجر زي حالاتي ما قاعدش في البلاد. نفتكر زمان كنت أنا وصغير أطلع على الطريق أجري الصبح بدري عشان أستنى خوالي، وكان خالي اللي هو ابن عم أمي، لأن إحنا عندنا ولد العم ينقولوا له يا خال في الصعيد، أستناه على الترعة واشتاق رؤيته قوي، مع إنه كان يجينا كل يوم، بس هي عشان أسمع حكاويهم الحلوة كان يجي من بعيد واعرفه من اخر الدنيا من لفه الشال. واول ما يوصل اجري طاير على ابوي قاعد على الدكه ومولعين المنقد الكبير او قروانه نحطوا فيها العصب اللي هو بتاع الذره من الجناديل ما يطلع او خشب، ونحطوا كنكه الشاي واقول لابوي خالي وصل، ونقعدوا قعدتنا الحلوه وهفي براد اللبن الابيض ابو نقشه زرقاء ونقشه حمراء ونصبوه مع الشاي، واحلى قعده واحلى لما واقعد اسمع معاهم. كنا معانا مسجل خرفشي اللي هو الباناسونيك، كنا نسموه في الصعيد، نحن عندنا في بعض البلاد يقولوا عليه خرفشي. نسمعوا السير الهلالي، علي الجرموني وحسين ابو جابر ومحمد اليماني، كل هالناس دي، وكانوا يقولوا احلى كلام مع اني كنت صغير بس كنت فاهم معنى الكلام. مال انت؟ قال له امال عاوز تعمل ايه يا قمصان؟ قال له لازم انا الف في النجع يا زعيمي، عايق في جيلك كل ما القى عدو واحد سبع لازم يا سيدي يجيلك. لما جلس ابو زيد فالتسعين جلسه قال له ما قلت لك ده انا لازم الف على المدينه كلها وادق طبلي وكل اللي قابلني اقول له سلح وقابل ابو زيد. قال له الحديد ده ما ينفعش يا قمصان.